شفت اللي حصل امبارح واوبر عملته في ديدي، وقعت لها السيستم وهكرت الدنيا والكلام ده الكلام المنتشر من امبارح، وناس كتير بعت لي على الواتساب الحق اوبر هكرت ديدي عشان تدمر الدنيا ومش عارف ايه. يا جماعه ده كلام الناس الغلابه. موضوع التهكير والكلام ده موضوع مش سهل، ده بيبقى في دول وسيرفرات كبيره وحاجات زي كده. هو بس في بعض السيستم ساعات بيقع. قبل كده شفنا ان درايفر اوبر، بس اوبر بنت لذينه مظبطه نفسها، اخر وقوع السيستم عندها ساعه ساعتين بالكتير قوي يرجع تاني. ان درايفر مثلا بيقعد بالست ساعات وسبع ساعات، بس دي اول مره تقع. دي وقعت وقوع كلي في كل حته في مصر، معرفش بقى وقعت بره ولا لا، بس ده عادي حاجه في السيستم حصلت، فعملوا سيستم جديد وظبطوا الدنيا ورجعوا الدنيا زي ما كانت. بس اللي احنا جايين نتكلم عليه غير كده خالص. اللي جايين نتكلم عليه ان اليومين دول في يعني دمار في الاسعار ودمار في كل حاجه. يعني امبارح الناس اللي كانت شغاله وديدي كان واقع، واوبر كانت اسعاره زباله في الضياع. اوبر يعني خلاص بيحتضر. اوبر انا مش عارف هو مكمل ازاي، هو شغال ازاي. انا شايف الفتره اللي فاتت دي كديدي، انا شايف ان ديدي افضل منه. هو ديدي بردك اسعاره بتبقى ساعات في الضياع، بس الى حد ما ساعات بيكون اسعاره احسن، تعامله مع الكباتن احسن، ما بيديش بلوك عشوائي وخلاص ويجي في الاخر يقول لك لو دخلت كابتن تاخد 1200 جنيه على الاقل. يعني انا شايف ان هو انضف سنه. هو كل الشركات يعني طالعين من مستنقع واحد، كله بيدور على مصلحته، بس انا بتكلم على الفتره اللي احنا فيها دي. خدمه دعم كل حاجه في اوبر خلاص بتنتهي. انا حاسس ان اوبر قربت تطلع بره مصر وتتكل على الله. بس انا حبيت اوضح النقطه دي عشان ناس كتيره ما كانتش شغاله غير ديدي واخدين بلوك من اوبر، فالناس حالها وقف، الدنيا وقفت، وكله قال لك الحق ده اوبر اللي عملت كده، ده مش عارف ايه، ده مديانا بلوك وكمان توقف شغلنا في ديدي. يا عم ملهاش علاقه بالكلام ده. ده لو اوبر عملت كده ده تتشلوح، ده تتحاكم. اللي ماسك اوبر ده يتحاكم نفسه ويتحط عليهم غرامات ويتحط عليهم حطه سودا، ما ينفعش. فما علينا، انا حبيت بس اوضح لك الحته دي عشان في ناس كتيره او بعض الناس اللي مش فاهمه الموضوع كامل قالوا نفس الكلام ده. بس فربنا يسترها.